معلومة جديدة تعال أقولها لك. يلا بينا. كنت تعرف يا صديقي إن الأخطبوط ممكن يقطع دراعه لو اتزنق ويطلع له واحد جديد بعد فترة؟ كنت تعرف إن في نوع من أنواع الضفادع بيتجمد في الشتاء ويفك في الصيف ويكمل حياته عادي؟ كنت تعرف إن لسان الحوت الأزرق ممكن وزنه يوصل قد فيل صغير؟ كنت تعرف إن في اليابان شمام بيتباع بآلاف الدولارات نظرا لشكله المثالي؟ تعرف إن النملة ممكن تشم من على بعد زي الكلاب المتدربة؟ طب كنت تعرف إن في نوع من أنواع البطاريق بيقدم حجر لحبيبته كهدية خطوبة؟ سمكة القرش مش بيجي لها سرطان تقريبا. الفيل الوحيد اللي ما ينطش أبدا، رجليه مش معمولة للقفز. الزرافة والإنسان عندهم نفس عدد الفقرات في الرقبة، بس الزرافة الفقرة عندها طويلة جدا. تعرف انك لو فضلت قاعد اكتر من نص ساعة على الكرسي من غير ما تتحرك، ده بيأثر على الدورة الدموية في جسمك؟ يعني الدم مش هيوصل كويس للأطراف، وده ممكن يسبب لك زي وجع في الظهر او حتى كسل في الجسم كله. الحل كل نص ساعة ومتحرك، حتى لو هتقوم تجيب كوباية مية أو تعمل استرتش بسيط. المهم إن جسمك يحس إنك عايش، جسمك ما اتخلقش عشان يفضل مركون زي العربية في الجراج. تعرف يا صديقي إن في نوع سمك اسمه سمكة الكلاون زي بتاعة فيلم نيمو؟ والسمكة دي ممكن تغير جنسها من ذكر لأنثى لو في نقص في الإناث. الكوالا بصمة إيده زي بصمة الإنسان. طب كنت تعرف إن النملة ممكن تشيل وزن أتقل من جسمها ب50 مرة؟ يعني لو كان إنسان كان شال عربية في جيبه. الجزر زمان كان لونه برتقاني مش زي دلوقتي. البحر فيه اكتر من مليون نوع من الكائنات، وفي حاجات لحد دلوقتي لسه ما اكتشفوهاش. انت تتوب معدي جدا حتى بينك وبين الكلاب. لو كلبك شافك بتتوب ممكن يتوب هو كمان. المخ بيرد على المشاعر حتى بين الانسان والحيوان. النوم في اوضه ساقعه بيخسسك. لما تنام في مكان حرارته قليله جسمك بيحرق سعرات اكتر عشان يسخن نفسه. الشوكولاته بتحسن الذاكره. الشوكولاته فيها ماده اسمها الفلافونويد بتنشط الدوره الدمويه للمخ. يعني شوية شوكولاتة ممكن تساعدك قبل الامتحان. أي خدمة لطلبة الثانوية العامة. والمية الساقعة ممكن تصحيك أكتر من القهوة. لو وشك اتغسل بشوية مية ساقعة أو حتى شربت شوية، هرمونات التنبيه في جسمك بتشتغل فورا. قلبك بيسمع الموسيقى. لما بتسمع الموسيقى ضربات قلبك بتتناغم مع الإيقاع. ريحة المطر مريحة للأعصاب. وأنا اللي لما كنت بقول لهم شامم ريحة مطرة كانوا بيتريقوا عليا. العلماء اكتشفوا إن ريحة المطر بتفرز مادة اسمها جيزيموين بتهدي المخ. لو بتذاكر أو بتكتب ملاحظات، القلم الازرق احسن من الاسود عشان المخ بيركز عليه اكتر. الضحكه من القلب بتزود الخلايا المناعيه في الجسم. يعني حرفيا الضحك بيطول العمر. بدل ما تجادل اسال سؤال يخلي اللي قدامك يفكر. المخ بيتلخبط لما بيجاوب وهو متعصب. ايه هي اكتر معلومة عجبتك في المعلومات دي؟ اكتبها لنا في التعليق. هتعمل كده مهما حصل. من اخطر الحاجات اللي بنشوفها ولسه في ناس كتير قوي بتعملها لحد النهارده انك تشرب حد مش واعي مثلا. يعني لو لقيت حد واقع على الارض او مش بيرد او عينه مقلوبة او شكله نص صاحي او نص نايم، ما تحاولش تفتح بقه او تحط له مية او عصير او دواء ابدا، لانك كده ممكن تقتله من غير ما تحس. البلع محتاج وعي. لو الانسان مش صاحي كويس ممكن السائل ده ينزل في مجرى الرئتين مش للمعدة، وساعتها ممكن يحصل اختناق أو شفط رئوي، وده ممكن يسبب الوفاة في دقايق. اسأل نفسك دايما، هو الشخص ده واعي كويس وبيبلع طبيعي ولا لا؟ لو الإجابة لا، ابعد اي حاجة عن بقه فورا. اللي تعمله بقى اتأكد انه بيتنفس كويس، اطلب الاسعاف فورا، افرده على جنبه الشمال وضع الافاقة عشان لو حصل ترجيع ما يبلعوش، غطيه لو في برد وخليك قاعد جنبه لحد ما يوصل المساعد. ممكن تكون نيتك طيبة بس التصرف الغلط في الوقت الغلط ممكن يضر اكتر ما ينفع. وده كان محتوانا النهاردة، ولو استفدت من الحلقة دي اعمل متابعة ولايك عشان تقدر تشوفني تاني.